يجيب الارهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلو له الخيمه تاع والدي. ما دخلك فينا يا صاحبي، ما دخلك فينا. كل مره طيش بلاك علينا وكل مره كذا. انتم الارهاب جبتوها 2014 و2015. تونس ليست ولايه جزائريه، تونس دوله مستقله وستتحرر بنفسها وستقرر مصيرها بشعب. قف، انتهى. انت اليوم تخترق في تجيب للجزائر عقوبات دوليه. مسيو تبون الحمد لله راه دارنا الدنيا كلها، دارنا معاهم عداوه، دونك غدوه اذا طحت بينا ما نلقاو حتى واحد. وستاتيك العقوبات على ضوء تدخلك وتصريحك، وانت نعرفوك تخاف، ولو كان فيك الجرأة تفضل ادخل، لانك تعرف باش تجيك عقوبات دوليه وماكش قادر يدخل حتى جندي جزائري يحمي قيس سعيد، وهذا نعرفه. فكفاك كذبا وكفاك استبلاها وكفاك بطولات وهميه، ومن حق الشعب التونسي ان يغير، وان شاء الله مصيرك يكون كما مصير قيس سعيد في تونس. والإعلام الجزائري شن حملة، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يهدد ويتوعد بأنه لمس الأمن التونسي أو يقترب من الأمن التونسي أو يهدد الأمن التونسي أن حول جد والديه. إلى من يشير يا ترى؟ إلى من يشير؟ يشير لفرنسا؟ لا يمكن طبعا أن يصدر عن الرئيس الجزائري تهديد بهذه القوة لفرنسا، هذا مش ممكن. هل يشير إلى الإمارات؟ لا يوجد ما يوحي بأن الإمارات الآن في هذه اللحظة تدخلت أو في وشك، في وارد أن تتدخل الآن في الشأن التونسي. إذن إلى من يشير التهديد هذا للشعب التونسي؟ أن نديروا بالكم، إذا رجعتوا للديمقراطية أو فكرتوا باستعادة الديمقراطية أرانا نحط لكم العصيف الدواليب ونعبث باستقراركم. أنا أربأ بالرئيس تبون أنه يشير إلى ذلك، رغم أن الاتهامات كثيرة وأقول من أكثر من لسان. شو تحس كي واحد يقول لي مثلي تونس نحيلو جداصل ولا نحيلو والدي؟ شو تحس لي انت صفر، ما عندك حتى معنى. انت ايش قاعد تعمل؟ انت علاش عاملين الجيش؟ جاك واحد دوله خارجيه قال لك اللي مس تونس نفعله. يا خويا انا مره جايه كي يصير لي اشكال في حومتي ولا يصير لي مشكل امني، علاش نمشي للامن التونسي؟ تتوكل من الاخر. فاش تصلحوا؟ شو توا تجي تكلم يقول لك ما تحكيش عن مؤسسة العسكرية مقدسة. يا سيدي نحب نقدسك، وريني، تكلم كي أراك، أعمل حاجة، خذ موقف. شو رئيس دولة أجنبية يقول لك اللي يعمل واللي يقد وانت واسمع، ورئيس أركان اسمه الغول، جاب ربي اسمك غول، مالك جيت اسمك نعامة. شنو تصير؟ هاي بلاد مستعمرة. طيح لنا قدر بلاد كاملة، طيح يخرج لك التبون مغادي، ما هو عرفه تبون، هو عرفك الجربوع قيس سعيد، يخرج لك يحكي لك على تونس اليوم وقال لك اللي زعما اللي يدخل الارهاب. كيف فما شكون يدخل في الارهاب؟ راك انت يا شيبه النحس. هذا واحد مدبره معه وين ما راح، يعني حظه نحس، وين ما راح كل ما طقها عوجه. يا شلاك عمرك 19,000 يا جربوع عندي الارض ومازلت مكبش في الكرسي، وذاك ربي باش يذلكم. هل انت تقبل الان بتونس تداس من طرف هذا الواطي واسياده التبون والنهار كله يتريقصوا علينا؟ هل تقبل انت اليوم تعيش هذه الوضعيه؟ هل تقبل ببلادك تغرق كل يوم؟ هل تقبل انت بهذا التعيس اليوم بارك وتقعد بالك تيرجع ذاك بالك توجين؟ لا. اللي يجيب الارهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلو له الخيمه تاع والدي. حبيت نقول انه سنقاضي تبون على هذا التدخل السافر، لانه اليوم فما انتفاضه في تونس، واليوم من حق الشعب التونسي مش نحيو قيس سعيد، والشعب التونسي قال كلمته. يعني تقريبا العالم الكل شاف 25 جويلية 2026 توانسه قالوا له ديجاج قيس سعيد. وتبون دائما يتدخل في تونس ويعرض الجزائر لعقوبات دوليه، والتوانسه الاحرار وتونس عصيه على تبون. يبدو أن هناك حالة قلق في الجزائر عبر عنها الرئيس تبون خلال تصريح مؤخرا يستجلب فيه الحديث عن الإرهاب والمخاوف من الإرهاب. يبدو هناك قلق من الحراك الموجود في تونس. السؤال اللي يطرح هنايا انه الدكتاتوريين الاخرين خايفين لا يجيهم الدور هما ثانيا. نداء خاص الى رئيس الجزيريه خويا تبون، خويا بعدنا خويا، قالوا تبوني، قالوا تبون خويا، قالوا اللي يمس الامن التونسي نخليو له الخيمه بتاع والدين. تبان خويا قالوا
تبى انا شايب عليك خويا، عندنا شعب وعندنا سياده وعندنا ارض، انا خير منكم خويا. تحب تحسسها انت مخابرات وانت شايب عليك خويا. قالوا تبون، قالوا يمس السياده، ما ينجم يمس حتى حد خويا تبون. قالوا خاوه ما كان مره قلنا لكم بربعدونا خويا. تسكر الباب انت خويا، تسكر الباب وريك خويا. اللي يجيب الارهاب لحدا تونس ولا باش يهدد به تونس نخلوا له الخيمه تاع والديه. جمله خطيره على الاخر هذه نتاع اللي يجيب الارهاب لتونس نخليو له الخيمه نتاع والديه. جمله من اخطر ما فما اتقالت على تونس في تاريخها، وتاكد هذا المخاوف اللي تكلمنا عليها نتاع الاتفاقيه الغامضه اللي ما نعرفوا لها حتى شيء. واضح انه الكلام خطير كما قلت، والاخطر من هذا حاله الغموض في تونس والعبث وغياب مقومات الدوله والاداره في تونس. ويتقال كلام كمن هذا خطير برشا. هذا يأكد انه الامر خطير وخطير وخطير جدا، وهنا مش خطر داهم، خطر جاسم وعبث وفراغ رهيب في الاداره التونسيه بصفه عامه. وهو عندنا الجنرال تبون هو اللي وقف علينا، وما نعرفش شنو اللي يظن فكوكم برا نمشيو نعرفش يخدموا وليو حمايه مدنيه. والله العظيم والله وليو حمايه مدنيه، هاكا توزعوا في الماء وليو حمايه مدنيه، طفيوا الحرايق وخليونا توا سيدي عمي تبون تنفهموا معاه. هو المنفتح كل عام يستعرض في عضلاته الا على تونس. انت تستعرض عضلاتك على قيس سعيد مش على الشعب التونسي. الشعب التونسي اكبر منك واكبر من اللي تحب عليه. توانسه اليوم كان كرهوا الشعب الجزائري من تبون، تصريحاته كل مره يتدخل، كل مره يدعم. كان هو يدعم في قيس سعيد. لا تقدر على حمايه قيس سعيد. وان كانك راجل، يعني كانك راجل تفضل بنتر بالجنود نتاعك حتى جندي واحد بالحرام سيكون مصيركم يعني مزبله التاريخ. الكذب هذا اللي تعملوا فيه وتهدد في شكون تهدد انت؟ تفضل اجي احميه وجيب جنودك ولا مخابراتك جيبهم للقصر وتفرج شو باش يصير فيك. طالب الناشط والقيادي بحزب الائتلاف الوطني هيثم العوني السلطات التونسيه باستدعاء سفير الجزائري وابلاغ احتجاجا رسميا بسبب تصريح الرئيس عبد المجيد تبون. وقال العوني في تدوينته على صفحتها بالفيسبوك قبل قليل أن إذا كانت الدولة تحترم نفسها حقا فعليها أن تستدعي سفير الجزائر وتبلغه احتجاجا رسميا. وبعد تصريحات الرئيس الجزائري يخيم الصمت الرسمي كأن السيادة أصبحت انتقائية، تستحضر حين يخدم ذلك الرواية وتغيب حين تصبح الكلفة السياسية أعلى. عيب اللي تعمل فيه وعيب اللي يعمل فيه، وسيحاكم وسنذهب إلى القانون الدولي على ضوء هذه التصريحات. وأنه تبون ربما فشل في موريتانيا وفشل في تشاد وكلا كف في كذا، قاعد يستقوى أو يوهم نفسه أنه يستقوى على تونس أو يعمل ما ينجم يدخل حتى مترو. ويكفي من الكذب وترهيب الشعب التونسي. الشعب التونسي أكبر منك والشعب التونسي حسم أمره في قيس سعيد، وإن شاء الله الجزائريين زاد كيف يعني يتحركوا ولا يشوفوا حل. احنا ما نحبوش نتدخل في شأن الجزائر، ولكن مصير تونس بلاد الشعب التونسي وليس قيس سعيد لأنه غير شرعي. لا ضوء لا ماء، الحبس والغلاء. جاك الدور يا قيس يا ديكتاتور. 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 جيب لي ربي هذه الشعارات رانا عايشينها احنا، رانا لا ضوء لا ماء والحبس والغلاء. تبان لي يا خوتي هذه الشعارات يشبهوا اكزاكتومون لحالة الجزائريين. ما كانش الضوء، ما كانش الماء. اسكو جاك الدور احنا اسكو نقولوها لتبون ولا نقولوها للشعب؟ جاك الدور يا الشعب يا ديكتاتور. احتجاجات تونس تشعل الجدل، هل تنتقل الأزمة إلى الجزائر؟ الجزائر ما عندهاش رجال ميزامي. لو كان جاو رجال لو كان الفحلات ما راهمش في الحبس، لو كان جاو رجال لو كان ماشي بلادهم تتحرق وهما مبلعين فمهم. نتوما ماشي رجال، والمغاربه يعرفوكم باللي ما كاين والو، على بالهم شكون نتوما، غير سي با لا بين.
جزائريين راكو تعيشوا حالة مأساوية أسوأ من توانسة. فمتى دوركم للخروج باش تنحيوا على روحتكم هذا الديكتاتورية وهذا الذل هذا يلي راكم عايشين فيه؟ شوف، الصيف السخانة تقتل الحرارة والعصابة نحات المال للشعب. وما تهضرلاش يا محمد السادس، ما تروحليش انا ما نحكيش على محمد السادس، مسكين نحاولوا الغاز راح راس عند مصر. كيش ما قالوا حتى اللي راح حبسولو، كيش ما قالوا. نرجعوا للجزائر. علاش نهار كامل وانتم تقولوا حلوا لنا الحدود نروحوا لغزه؟ ما حليتوا لا حدود، ما رحتوا لغزه، ما تقدروا حتى ديروا مسيره ما تقدروش ديروها في الجزائر. علاش ما تهضرليش على المروك؟ يعني يا مروكو ما عنده حتى راسو علاقه بفلسطين، مسكين انت اللي تقتل فيهم دا صاحبته. برو ماكس اخي، انت برو ماكس. انتوما دي مالاد مونتو وتزيد تحل فمك على الناس. هاد السيد اللي هبلكم نستعرف به، برافو برافو يا امير المؤمنين، هبلتهم هاد الحوثاله، بلادهم تتحرق وهما يخزروا في الملك، اولادهم يغطى وهما يشوفوا في الملك، ما عندهم لا شرف لا كرامه. هادو رجال